ودي بقى سلطة أسود. السودانيين بيقولوا عليها سلطة أسود وإحنا بنقول عليها سلطة بتنجان. هي أكلة سودانية. وادي أهي عملنا البتنجان قليناه، وعملنا اللي هي الخلطة دي اللي هي دكوة، بيسموها دكوة السودانيين، اللي هي زبدة فول سوداني وطماطم وفلفل، وفلفل حار برضو اللي هو الفلفل الحامي، قرن فلفل حامي، فلفل أخضر، وتوم، كام فص توم، وحطيت خل تفاح، لما لقيتش خل عادي، هم بيحطوش عليها خل بالمناسبة. حطيت شوية طحينة كمان، ما بيحطوش عليها طحينة، بيحطوا زبدة الفول السوداني بس. وحطيت كمان ليمون سليم، وما حطيتش فلفل اسود، حطيت كمون وملح بس. ادي اهي اهي. جميلة خالص خالص خالص. وفي ظروف الحرب التي نعيشها الحمد لله الإبداع لا يتوقف، لا يتوقف، الإبداع لا يتوقف، لا نتوقف عن الإبداع والوصفات والتأليف. من كل بستان زهرة. أكل سوري بنعمل، أكل مصري بنعمل، كله بنعمل. طيب اهي اهي جميلة خالص 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 سليم، جميلة تحفة طبعا. وبعدين ايه نقوم مخلطين برضو كده. البتنجان بيتقلي في الزيت، بيتقطع مكعبات بعد ما يتقشر. هما بيقشروهوش بس انا بقشره. وبعد ما يتقلي من الزيت يطلع صفى من الزيت، ويتحط له الخلطة اللي قلنا عليها اللي هي زبدة الفول السوداني والطماطم، طماطمتين تلاتة كده، حطيت طماطمتين، فلفلتين بيتقطعوا رومي، 3 4 قرون فلفل حامي اللي عايز، 5 فصوص توم متقطعة كويس حتت صغيرة يعني، وكمون وليمون وملح. وانا حطيت خل تفاح، اجرب المرة دي مع الخل التفاح، وحاجة محترمة جدا 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 جدا. وحاسب واوعى. ايه رأيكم؟ حاجة جميلة صح؟ انا اول مرة اعملها بالمناسبة يعني.